السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم جبت لكم محنشات شماليين كيجيو معسلين ولكن من داخل كما كتشوفوا. هاد المحنشات ولا المحنشات التتوين كما كنقولوا لهم حنايا طريقه شماليه. كنتمنىكم تجربوهم وتخليونا الراي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب وتبارطاجيو الفيديو مع الاصحاب باش تعمل فايده للجميع. نمشيو للمقادير. المقادير عندنا 500 غرام ديال اللوز بعد ما سلقناه وقشرناه وخلينا الليله كامله يبس، وعندنا 250 غرام ديال السكر كنضيفهم على بعضياتهم كما كتشوفوا، وكنمشيو نطحنوهم باش كنحصلوا على واحد التعليكه كما كتشوفوا معايا. غنمشيو نطحنوهم بعد ما طحناهم. هانتينا كتشوفوا التعليكه، حصلنا على التعليكه بحال هذه. كنمشيو لمقادير اخرى. عندنا مغروفه ديال القرفه، عندنا واحد راس مغرفه مسكه مخلطه مطحونه مع السكر، عندنا واحد المغرفه صغيره ديال المزهر، وعندنا واحد جوج مغارف ديال الزبده، وعندنا جوج مغارف كبار ديال المزهر كما كتشوفوا معايا. مغرفات كبار ديال المزهر. كنعجنوا كاملين العجين مع بعضياته. كنجمعوا العجينه باش كنحصلوا على واحد التعليكه كما كتشوفوا. قبلتكم كنجمع كل شيء كنحصلوا على واحد التعليكه كما كتشوفوا. حصلنا على التعليكه بحال هذه، تكون العجينه رطبه بحال هذه الطريقه. كنوجدوا الحليبلات ديالنا وكنحيدهم على جنب. كنطلقوا نحيدوا نوجدوهم بعدا. حليبلات رقاقين بحال هكا بحال اللي كتشوفوا. كنستمروا في العمل كما كتشوفوا. عملنا الحليبلات ديالنا على الطريقه. عندنا الورقه هذه كتباع في محل الحلويات اولا في سوبر مارشي كبير. ما بغيتش نعملها بالورقه لا بالبخار ولا سميتو، لانني غندوزها في الماكينه كما كتشوفوا. كنقسمها على جوج على الطريقه هذه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنخبعوها في الميكا بحال هكذا باش ما كيضربهاش الهواء. وهنا كنقطعوا كل 4 سبعين كما كتشوفوا. كل 4 سبعين كنقطعوا على شرائح طويله باش دوزنا في الماكينه. الماكينه ديال التورق. كما كتشوفوا 4 سبعين كنقطعوا. هنايا مشينا دوزناها في الماكينه ديال التورق، الماكينه ديال العجينه ديال التورق، باش كنحصلوا عليها بحال الشعيرات السباكيتي كيف كتجي غزاله. كنحيدوا هنا كنبقاو نشبروا شويه وكنفرقوا هيدا. كنطلقوهم باش كنحطوا فيه الحليبلات ديالنا على هذه الطريقه. انا ما كنبغي ندهنها لا بزيت لا والو، لان باش ما تطرطقليش. نصيحه هذه، واللي بغى يدهنها بالزبده يدهنها بالزبده، ولكن انا ما كندهناش بالزبده ولا حتى شي حاجه باش تبان لي في العجينه. هنايا كنبقى ندور وما كنزيرش يدي باش ما تطرطقليش. عاوتاني كذلك باش ما تطرطقليش هذه الورقه ما تهرسليش. كنمشي معاها بشويه وما كنزيرش، بشويه بشويه. كنغلفوا ديالنا كاملين. كنغلفوا ديك الحليبلات كما كتشاهدوا معايا. على الطريقه هذه كنستمروا. حنا كنمشيو ما كنزيروش يدنا ملي كنكونوا كنلويو غير بشويه
غير بشويه بشويه كنحصلوا على هاد الحاله زونه بحال هكذا. صافي كيكون عندنا كتكون الطابله ديال الفران عندنا موجوده فيها الورق الزبده، كنحطوها فوق منها كما كتشوفوا. كنبقاو نحطو صافي. كنستمروا في العمل كما كتشوفوا. انا قبلتكم عدلتهم كاملين. كما كتشوفوا بهذه الطريقه كنستمروا في العمل. هنايا كنخوي يدي ديك اللي كنعمر ديك الحفيفرات ديال سميتو كنعمرهم بالزبده مذوبه بيدي باش كنعرف شنو سميتو بالقياس. كيكون الفران عندنا 180 درجه الحراره ديالو. كندخلوها في الوسط باش كنشوفوها من فوق ومن تحت حتى كطيب لنا كما كتشاهدوا. هنا من بعد ما طبطنا كنزلوها في واحد الاناء وكنخويو عليها العسل. وهذا العسل هذه دابا نوريها لكم ماشي هي العسل ديال الماكله اللي حطيت لكم، هذه عسل بوحديتها ديال المعسلات بوحديتها اللي كنطفيو فيها السباكيه ولا هذه بوحده. دابا نحطها لكم في القناه كما كتشاهدوا. كنخليوها ليله كامله باش شربنا ديك العسل. بهذه الطريقه كتشرب العسل. الغده ديالنا زوقناها بهذا سميتو بالوريده وحطيناها في الطبيصل وشي كيف كتجي معسله غزاله ومعلكه من داخل. كنتمنىكم تجربوها وتخليونا الراي ديالكم في سميتو في التعليقات. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكم بالصحه والراحه.